يعني اشتغل لهذه اللغة فقط، يعني مم. ان انا احولها من زائد الشعر. الشعر ايقاع، لان القلب هو الايقاع المستقر في الجسد كله، ولو ايقاعه اختل الجسد نفسه بيختل. مم. طيب هذا الايقاع لو غاب عن القصيدة يبقى غاب قلبها. مم. دي وجهة نظر يعني يعني الإيقاع وقلب القصيدة. حقيقة مم. ما نقدرش ننكره. وبعدين ال القصيدة فن عربي قديم جدا وأساسي، والشعر هو ديوان العرب. مم. كويس، وإحنا جزء من الخريطة دي. لما نيجي نبقى خلي دي مقولة مهمة جدا، الشعر ديوان العرب دي يعني، يعني عليها علامات استفهام كتير قوي الفترة اللي فاتت يا محمد. إيه رأيك في هل ما زال الشعر هو ديوان العرب؟ يعني هو طبعا الشعر جمهوره قل اعتقد، يعني ما بقاش بنفس الكثرة اللي كانت موجودة زمان. واعتقد دلوقتي الرواية هي اللي بتحتل المكانة الاولى في القراءة بالنسبة للقراء يعني. بس مش عارف ده نتيجة ايه. يعني هو طبعا قد يكون نتيجة ان يعني الشعر نمطه اختلف. مم. فاختلاف النمط ده ادى الى ان القراء كمان ما بقوش يستسيغوا الانماط الجديدة. مم. يعني بس مش عارف رأيك سببها. إيه طيب بشكل مباشر في قصيدة النثر في الشعر العامي؟ والله انا يعني طبعا مؤمن جدا بالموسيقى في الشعر، رغم ان جيلي كله يعتبر يعني او معظمه بيكتب الشعر النثر، ولكن انا يعني انتمي الى شعر التفعيلة. رغم ان انا بجد برضو بعض قصائد النثر لبعض الشعراء جيدة جدا. مم. بس انا في النهايه في بيت شعر بحبه بيقول الشعر مش بس شعر لو كان مقفى وفصيح، مم. الشعر لو هز قلبك وقلبي شعر بصحيح. مم. نجيب سرور. هو نجيب سرور. هو اول حاجه انه يوصل للواحد، آه، مع طبعا تحفظ ان الموسيقى شرط اساسي، ولكن في بعض قصائد النثر بتنجح ان هي خلاص، ما تهز دام الواحد. قلنا شرط أساسي يبقى آه. يبقى كده لغينا. تجب الباقي. يبقى كده لغينا تجب كل الجزء الكلام. الثاني. لا بس عايز اقول برضو ان في بعض آه. شعراء النثر جيدين جدا مم. وبيمسوا الواحد فعلا من الداخل. هو ممكن محمد برضه. يكون متحسب مم. برضه زي ما انا أبقى متحسب. أكيد زمايله، يعني معظم زمايله بيكتبوا معظم جيله على فكرة. طبعا. وفي جيل قبل محمد بشوية، يعني يسري حسان ما يتحسبش طبعا أبدا طبعا. على جيل محمد طبعا بحال من طبعا طبعا. الأحوال. ومسعود شومان مؤخرا ما مسعود هو مم. بيكتب هذا النوع أيضا من الشعر. بيكتب ده وده ولو أكيد. إن أنا يعني لما اتعرفت عليه في القصيدة التفعيلية مم. الإيقاعية المعروفة يعني. مم. ولما اتقابلنا مؤخرا برضو قال قصيدة تفعيلية موسيقية. مم. هي القضية هو عمال إيه؟ يراوح بالظبط. اه. او تاخذه هذه آه. بعض الشيء وتاخذه الثانيه كده. الحقيقه انا مؤمن برضو بكلمه نجيب سرور. اذا قدرت القصيده تاخدك فيها قصيده. ما كتبتش خالص قصيدة نثرية لا بالعامية؟ لا بصراحه. طب ما نسمع حاجة تانية بقى. بصراحه نسمع حاجة كمان. في نهايه الحاره الناصيه، في الناصيه خشبه قتيله. الخشبه كانت شجره. مم. الشجره كان ليها فروع، وفروعها كانت خضراء. جواهم كان فيه عصفور، ويا العصفور عصفور. مم. كنت يوماتي بقوم على صوتهم بيزق في شباكي وقلبي. حب، مناغشة، زغاليل فقشة. كنت أحس بوحدة روحي تنقر جوه في صدري الصحي. الحتة النايمة شماله هب الريح. لفيت في الدنيا من مينا لمينا، أخدت سفينتي. ولا شفت وشوش مروية، ولا مرة سمعت ما يعرف سكة قلبي. لكن كل ما أحس الوحدة اتذكر شجرة سايبها هناك في حارتي. ورجعت من الغربة لقيتني رايح عند الناصية، لقيتها خشبة قتيلة ورفع دراعها. مم. صحت عيني دموعها عشان جوه الشجرة كان فيه ولفين. جميل. قصيدة رائعة فعلا. التسلسل اللي بيطلع من واحدة لواحدة لواحدة، وهذه الذكر اللي عمالة ملضومة في بعض بشكل عبقري يعني. تسلم بصراحة أستاذ. قصيدة رائعة فعلا. محمد، يا ريت تسمعنا كمان قصيدة. في ركب الولد على الفرس، ما جريش وما تكلمش، قتلت كلاب الحرس، دمعة حنين عالرمش. مم. قولي للوطن اللي ساعك، لسه هل قادر يساعك، رغم ضيقه واتساعك، رغم خوفه واندفاعك،
رغم شربه من حلاوتك، رغم إنك شاربة مره. الثوابت مش ضوابط، والسنين لازم يمروا، وإحنا بندور في الرحايا محسوبين بين اللي مروا. الطحين من دارنا لكن الخبيز عند اللي باعك. مم. جميل يا محمد، جميل بالفعل. استاذ فؤاد، لو رحنا نفس الكلام اللي كنت بقوله لمحمد من شويه، وهو عن التزاوج او المزاوجه بين اكثر من نوع عملين، فني يعني. اكثر من نوع فني، او مش بيبقوا نوعين بس عندك بقى، ده بتبقوا حاجات كتير يعني. دراما وكتابة أغاني للمسلسلات والمسرحيات، وللمسرح. وكتابة مسرح، وكتابة كتابة قصص مسرح. الأطفال، وحتى كتابة أعمال مسلسلات إذاعية. تلفزيونية أنا وإذاعية عملت الإذاعة. وبرامج اه تلفزيونية كمان. وبعدين مثلا إيه، محمد مواليد 79. مم. في السنة دي أنا عملت أنا وعبد المنعم إبراهيم الله يرحمه حاجة لإذاعة الشعب كان اسمها جحا 79. جميل. وعبد المنعم إبراهيم غناها، يعني غنى كمان التتر البداية والنهاية. وكنت متصور إن لو جحا في السنة دي يعني وقتها جه وقتها. جه وبص في مم. كل حاجة في القاهرة وفي عاداتنا وفي تقاليدنا وفيما نقوم به من سلوكيات مم. تفتقر إلى الجمال، تفتقر إلى الذوق، إلى الخير، مم. إلى الحق. انتقاد لسلبيات المجتمع. بالظبط كده. فكانت قصيدة انتقادية يومية مم. بيقدمها عبد المنعم إبراهيم. مم. لما بعد ما انتصرنا في 73، كان دي فرحة واسترداد هوية بالأمانة. فعملت حاجة أنا والأستاذة الفاضلة الفنانة الكبيرة سماحة أيوب، مم. كان اسمها أوراق من شهر أكتوبر. دي بالأمانة يعني كانت الناس بتقف تسمع. جميل. دي تلفزيون بقى، مم. تلفزيون، بس كان توقيتها كويس. واتشافت كويس قوي قوي. مم. هنا قصدي أقول لحضرتك إن هذا التنوع مش بختاره، بيختارني. دي جميل. المشكلة، جميل. إنه فعلا بيختارني، بيأخذني. يعني مثلا أقعد أسمع التمثيلية الإذاعية واحس ان ايه ده، يعني انه هذا الكاتب استطاع ان يجعل خيالي يتحرك ليرى المية ويرى الغدير ويرى الجناين ويرى الحزن الداخلي للشخصية. كل ده هو بالكلمة، وليس له حيلة مم. أخرى، وليس له وسيلة عندوش أي خالص أي سوى وسائل الكلمة. مساعدة سوى سوى الكلمة الكلمة والصوت بتاع فقط يعني، الممثل. والتوصيل. مم. كويس. فحسيت ان انا قدام مغامرة واخداني. مم. فعملت حاجة اسمها بيت العز، اتذاعت في الإذاعة 30 حلقة، جميل. وكانت شيء جميل. قريت رواية جذور في الهواء لعمنا ثروت أباظة الله يرحمه. فحسيت إن لا، في حاجة واخداني في الرواية دي، مم. بتترجم حاجة أنا عاوز أقولها. فرحت له الله يرحمه، الراجل رحب جدا وفرح قوي الحقيقة، وكان يعني جميل. وقدمتها في 30 حلقة. مم. وحملت، يعني انا استأذنته طبعا مم. في اني يعني أنت هتشتغل أنت بقى. بالظبط كده. يعني هو مديني كيوهات رائعه جدا، مم. مديني مفاتيح كويسه مم. جدا. وجدت صدى جوايا مم. وفتحت حاجات انا كنت قافل عليها مم. دواويني. جميل. فعملت 30 حلقه برضو، كانت اخراج محمد مشعل. الاذاعه، تلفزيون برضو، بصيت لقيت نفسي ان الشغل الاطفال ده شيء نبيل جدا وشيء محترم جدا، ويتوافق معايا ليس فنيا فقط ولكن اخلاقيا كمان. مم. لاني انا يعني انا واحد من محبي طاغور جدا. مم. لان طاغور لما قال الشعر بص لقى الشعب لا بيقرا ولا بيكتب، فبدأ يعني ياخد من ماله عشان يبني مدارس، مم. علشان لما يبني مدارس الناس تعرف تقرا، مم. فلما يكتب شعر الناس تتفاهم معاه. ده كويس. جاب السلسلة من من بدايتها. بدايتها خالص. طب محمد قد إيه أفادك هذا التزاوج بين الفنين عندك، بين الشعر العامية وبين الفن التشكيلي؟ هو الفن التشكيلي برضه في لا محدودية للحلم. مم. يعني الواحد ممكن يرسم حاجات ودي موجودة في مم. الشعر بشكل قوي جدا. مم. فهم الاثنين بيتفقوا في النقطة دي، ان مم. الفن التشكيلي فيه حلم وفيه مم. نوع من الخيال القوي جدا، وده أساس في الشعر. مم. وطبعا هما الاثنين أعتقد يعني بيلتقوا في نقطة مهمة جدا، مم. وبيوصلوا لحاجة واحدة. مم. وأني بقى اللي يغلب مش مشكلة، بس هي الفكرة إن ده بيفيد ده وده بيفيد ده. مم. يعني القصيدة ممكن يظهر فيها
بعض ألوان من الفن التشكيلي، وممكن بعض الشعر يظهر في لوحة. مم. أعتقد مم. كده يعني. مم. لا، في يعني اضافه اتفضل. اذا سمحت لي اتفضل. فيها. انا ليه ما اعرفش تخيلت ان في نهر كبير اسمه الفن الابداعي، مم. وان النهر ده وارد جدا يبقى له افرع بتسقي اراضي اخرى، كويس، مم. وان لا يمكن انك تفصل هذا النهر عن مائه. مم. اذا كان في ترعه كبيره او في مجرى او في مسقى زي ما بيقولوا عندنا في الماء كله الفلاحين. متصل ببعضه. فالماء ده هو ماء الابداع مم. الذي ينشي وينعش ويذكر ويدفع هو تشبيه بصراحة ويحمس، تشبيه جميل فعلا. كويس. فانا حاسس ان ايه، ان مساله التخصيص قوي هي من فعلنا احنا، مم. مش من فعل وضع هذه الفن. الفوارق الدقيقة قوي ما بين لا، دي من الفنون فعلنا المختلفة، احنا. ده احنا تدخل البشري يعني. بالظبط، مم. ان احنا بنضع مسميات ونضع تخصيصات انما ابدا انا لما بتسيطر عليا حاله ما، سيان جت مسرح، سيان جت اذاعه، مم. سيان جت طفل، انا ماليش دعوه. طيب، معنا تليفون زيداء من اسكندرية. أهلا بيك. اهلا بحضرتك، مساء الخير. سلام. انا ليا بس يعني وانا بتفرج على البرنامج خطر في بالي الشاعر الانجليزي المعروف ويليام بليك، وان هو كان دايما بيصور افكاره اللي هي في الشعر بتاعه كان بيصوره في شكل رسومات. مم. فهل هو بس بوجه سؤالي للشاعر محمد كده، هل هو فكر يعمل كده، او لو ما فكرش فيه؟ انا رايي إن دي ممكن تكون فكره كويسه قوي لو كويس، فكر. يعني اقتراح كويس أستاذ زيداء، بشكرك. شكرا. آه، ممكن تعمل كده؟ هي ممكن يعني الواحد لو حس بالموضوع ده اكيد ممكن يجي في وقت ما. يعني هو في فنانين تشكيليين كبار جدا فاجئونا وكتب هي اديت مثال بالشاعر الانجليزي المعروف ويليام بليك. وغيره. يعني اعتقد هي ممكن، بس لازم تبقى مش مفتعلة. مم. لازم الواحد يسيبها لما تيجي الصادقة في وقتها. مم. يعني في فنانين كتير جدا كتبوا روايات في وقت ما، بس هم ما قصدوش يكتبوا رواية. مم. يعني أعتقد مثلا جورج بهجوري كتب رواية بس هي طلعت حاجة دفقة كده مم. مش مقصودة. مم. وفي برضو بعض الشعراء أعتقد كان ليهم محاولات تشكيلية، وبعض الأدباء ليهم محاولات في الفن التشكيلي، بس كانت خاضعة تماما إيه للإحساس ومطلقة تماما وجت في وقتها. مم. محمد، في الاول استاذ فؤاد قال لي يعني كان بيتكلم في انه حظه كويس في انه لقى والدته الاستاذه الجامعيه بتاخد بايده في البدايه، وبعدين حد زي حضرتك بعد كده، واخرين بالتاكيد يعني. في بدايه فؤاد حجاج وهو على الطريق، كان الجو وقتها عامل ازاي في هذه النقطه؟ والله الحقيقه هو يعني التجربه مختلفه خالص يعني بدون تحرك طبعا. تجربه مختلفه. الحقيقه ما اقدرش انسى ولا انكر ندوه سيد حجاب اللي كانت بتقام في الحزب وقتها. كان فيه مقر جنب مسبيرو مباشرة بيصدر مجلة الشباب، وكان سيد حجاب مسؤول عن الباب الأدبي. وأنا بتحسب شديد وكده كنت أروح هذه الندوة عشان أسمع وأفهم وأتعلم وكده. لكن إنك حد يدفعك، هو دفعني حاجة واحدة في البداية وبيشاركني فيها ابني حبيبي محمد. الأم الأم بتلعب دور خطير جدا جدا، مم. لسبب. أمي كانت لما تسمع برنامج بعد التحية والسلام في الإذاعة يومي، مم. كان يومي، مم. الشعر كان غذاء يومي للناس. مم. ما دي مسألة. فكانت تقول لي يعني أنت خلاص، يعني ما يخرجش من يدك تعمل اللي بيتعمل ده. يعني تحميس انت. اه. حفزتك إنك لا، أنت ما أنتش أقل. مم. طب وبالفعل يعني ما ماتتش إلا لما سمعتني ولما شافتني، مم. وكأني كنت بحقق ليها الحلم عبر حلمي أنا، ربنا يرحمها. وهكذا. الله يرحمها. مدام مديحة شحاتة، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، مساء الخير. انا الحقيقه يعني مبسوط قوي من كلام الاستاذ فؤاد حجاج، لانه الاحساس بيطاع ولا يطوع، مم. وان انت لما بتيجي تطوعه بتنتجه ساعات بتفسد صدقه، وان حتى الانتماء دايما بنقول عليه ابن الحب، والاحساس ابن الصدق. وساعات ممكن تقول كلمتين بس ويدولك معنى قصيده. احنا بقينا بنعلب القصيده، مش بنجيب لها الاحساس، فبنكترها فتفسد. اما الواحد يقول لماذا لا تثمر عناقيد التمني، لماذا تظل ضفائر الحلم مجدوله. انا
انا اكتفي ان انا اقول كده، ما احبش افضل اكتب قصيده. لما اقول باللغه العاميه ان اتغيرت ملامحنا والصدق بقى بيجرحنا، تابت الحقيقه. ومثلا لما اقول لك الخداع بيفرحنا والصدق بيجرحنا وتابت الحقيقه واتغيرت ملامحنا، انا بس بكتفي بكده، مش بالكتر. مش لما اقول الشمس بردانه وغربت جوانا يبقى مش بالكتر. فهو الحقيقه اكد لي نظريه دايما اقولها، ان الاحساس يطاع ولا يطوع. طيب اشكره جدا يعني. بشكرك جدا استاذه مديحه على المداخله، وهاخد الكلام منك. الاحساس يطاع ولا يطوع. طيب ده طب في الاغنيه بيحصل ايه؟ هو أصل في حاجة مهمة جدا، إن مثلا لما أجي أكتب غنوة في دراما، مم. أنا هنا بقى أطوع. ما هدينا قصدي أيوه، ما أنا عارف إن أنت حاطط إيدك فين. أنا عارف، أنا عارف. صبعك شاور على المنطقة دي، ودي فيها جزئين: اختزانك، خبرتك، صنعتك. لأن ما نبعدش عن الشاعر إنه حاجة كده يعني وخلاص. لا، إزاي؟ طب عمره اللي قضاه في القراية، عمره اللي قضاه في الدراسة إلى آخره، ده نرميه في المية استحالة أبدا. إنما هذه الخبرات المتراكمة تجعلني في لحظة يعني لما أقول كأني وهبت ولم أذهب. كويس؟ يعني هذه الشعرة الفاصلة ما بين أن تأتي إليك القصيدة طواعية وعاشقة لك، وإنك تقعد تغازلها وهي ما تجيش. يعني شعرة ده اعتقد انها دقيقه قوي، يعني جدا. زي شعرة معاويه كده. هي بالظبط. طيب انا هنسمع تاني قصيده من محمد، بس بعد ما ناخد التليفون. معانا شادي محمد. اهلا بيك يا استاذ شادي. اهلا وسهلا. اتفضل. انا سعيد جدا بالضيوف الكرام اللي معانا اولا على البرنامج. محتاج يعني نصايح، بس انا شاعر غنائي لسه بادئ في الطريق، محتاج نصايح من الضيوف الكرام عشان اكمل طريق النهايه يعني. طيب بشكرك يا استاذ شادي على اتصالك، واكيد هنسمع كلام من استاذ فؤاد عن ازاي الشعر الغنائي، الشاعر اللي عايز يكتب اغاني كويسه. والله أصل دي إشكالية فيها روشيتا قصة. يعني لا، اكتب لنا روشيتا. بعد إذنك، هي كتير جدا جدا من الشبان اللي بقابلهم ما عادش يعني القصيدة شريحة كبيرة على فكرة، مش قليلة. مش بيهمه مسألة القصيدة وبناها الفني إلى آخره، على قد ما بيهمه غنوة تتحول تاني يوم للسان نانسي عجرم، أو التانية أو التالتة أو الرابعة. كويس؟ فيكاد يكون هنا فن الإوالة النجاح السريع بيزغلل العيون. بيزغلل كل العيون. وده في النهاية ما نتائجه إيه؟ نتائجه تساوي صفر. لكن ليه؟ لكن لو هو شاعر حقيقي وموهوب حقيقي، كويس، لما هيكتب غنوة هيبقى هو مكسب للغنى وليس العكس. في الشعر وصفات يا محمد، يعني ممكن اقول لك تكتب كذا كذا، تكتب بالطريقه الفلانيه ومش عارف كذا وكذا، تبقى كده بقيت شاعر. ما اعتقدش. اعتقد الفنون اللي هي يعني جانب الحرفة فيها بيبقى لازم جانب الموهبة يطغى عليه. يعني هو في جزئية حرفية طبعا، ممكن اقول تعمل كذا وبتاع، بس اذا ما كانتش الموهبة هي الاساس، عمر الحرفة دي يعني الحرفة دي أداة، الموهبة بتطوعها علشان ايه؟ تستخدمها في العملية الإبداعية. ولكن اعتقد ان مش ممكن يبقى الحرفة هي لوحدها او من غير موهبة. طيب سمعنا بقى قصيدة أخيرة علشان الوقت تقريبا قرب ينتهي. الراوي مات وفات ربابة معيطة، والذكريات بتشد من البرد الغطا، مفضلش منك غير سكوت أحلام عبيطة مرطرطة، وأنا لسه مطلوق في الفضا، وما بين شفايفك والعيون بسمة أمل متحنطة، وأنا جوه ليلك نور سجين وطواط وناسي الوطوطة، تخبطني نفسي في السما وارجع لأرض ملخبطة، خليكي واقفة تفرجي على قلب صيف في الشتاء. الراوي مات وفات ما بين توبك نشيد، وبمد ايدي عشان ألامس مهجتك، ما بلاقي ايد، وانا زي نيلك بنحي نيلك وانكويلك بالحديد، وانا وانتي جوه السوق سوا، مين اللي رايح في المزاد، وانا وانتي جوه السوق سوا، مين اللي رابح في المزاد، ليه الحنين اللي غوى لو زاد كأنه في يوم مزاد،
أنا يوسف المجروح قوي، أنا يوسف المتباع ما بين سوق الجواري والعبيد، وانت الألم والحزن والسبع الشداد. ما تراودينيش عن حلمنا، ده الليل قمر لكن بعيد، وانا دون كيشوت لكن رماد، شريانه مقطوع والوريد، وبموت تملي في ضحكتك، ويفيد بإيه ميت سعيد. الراوي مات علشان رفض لحظة شروقي المغربي، الراوي مات علشان غبي، ورفضتي قال تتغربي، يلا غربي زي النشيد، وفوتيلي أوجاع القصيد، وبقول بحبك تجرحك، ولازلتي رافضة تسمعي وتقولي عيد وما كانش عيد. جميل. هو اللي حصل دون كيشوت ولا سانتا حتى. قصيدة كمان أخيرة بقى من أستاذ فؤاد حجاج علشان تبقى خير ختام ربنا لهذه يخليك، الحلقة من ربنا الأجيال. يخليك. هو انا تخيلت اتنين قاعدين على القهوة ف في الظل اللي احنا عايشينه من صور مختلفة، مم. فقلت اسمها القهوة على اللهو، اللهو على القهوة. اللهو على القهوة. اه وبقول لك ايه، ما تجيش نتلهى بدور كوتشينة، اهي حاجة تتوه منا مرارة ايام مشينا، يمكن ننسى الحاصل لينا، قصدي على ناس منينا اهالينا مش برضك من اهالينا العراقيين. العب، خلينا نلهي العقل وننسى نتوه، ونغمي العين على الحالة الطين، عن موت الناس اليومي في فلسطين، لعيالنا اللي قاعدين في القهوة ركن العاطلين، للقرش اللي ما عادش مكفي حتى القنعين. كوتشينة ايه يا لئيم في الضمنة، انا غلبك نقطين مش لاعب، هتفرج على الكام اعلان الجايين، هتهزر يا اخينا، اي حاجة تتوهنا من فكر غممنا. العب احسن، بطل خيالات احلام، مش عدم وخلاص صدام. لو عندك حتة فرفوتة عقل تقول لي مين مترشح للعفقة الجاية مع الأيام. اللعبة محبوسة، يخرب بيت البيت الأسود، باصص من أوسع شباك على الوطن العربي، والكدبة هو متحضر متجهز، محبوك بدماغ متعفرط متمهمس، إشي إرهاب وسلاح فتاك، وشي أبصر إيه وحاجات وكلام. أنت المغلوب، إيه تاني جاي علينا؟ ما تفكر يا أخينا، بلا ضمنة بلا كوتشين. ماشي، أنا هلعب وياك شطرنج، هدية تفكيرها زي البنج، ومعاها هننزل في سكون، لا تقول لي شارون ولا بوش، ده العالم كله اتظاهر ولا هموش، بلا قلب دماغ على الفاضي، أصل كلامنا فشوش في فشوش. العب أحسن، خلينا نتوه، بص كويس وانت يا سيدي الغالب، الغالب يلزم له مخالب، ما تفوق امال من أحلامك، ادي الطابية العربية قدامك، تتفتت قالب ورا قالب، تتبوش فرافيت فرافيت، ومخالب الأقوى مهابة وهو الغالب، وبقولها في وشك وش، قول لملوك الشطرنج العربي كش، الكل هيتاكل بالدور، والسيف الماضي اهو ماضي بي حش، لا تقول لي وزير ولا عسكر، قدرك متقدر تفاصيله عد دش، استرها يلي بتستر، انا قايم من ركن معاش متبكر، منك لله خلتنا اتعكر، مش لاعب وياك، ما تجيبش يا انت ولا مشروب، سك على المطلوب. سك على المسلوق. يعني اللعبة محبوسة وبقت عادة كمان، يعني مش محبوسة بس، ده بقت عادة كمان في نفس الوقت. طبعا يعني فعلا أجمل ختام لهذه الحلقة من الأجيال، هذه القصيدة الرائعة من عمنا الشاعر الكبير فؤاد حجاج. بشكره شكرا جزيلا على هذا اللقاء اللي مر سريعا معه، مرت الساعة سريعا. شكرا أستاذ فؤاد. بشكر كمان محمد جبالي، وبتمنى له مستقبل مشرق دائما وإبداع متجدد وتحقق في حلبة الشعر العامية المصرية. شكرا محمد. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة نيل الثقافية، الجمعة القادمة إن شاء الله حلقة جديدة من حلقات الأجيال. حتى هذا الموعد تحياتي لكم محمود شرف، إلى اللقاء. الأجيال